شرفنا اليوم كوافد من تكتل التشاور المستقل أنا وزملائي، وبعض منهم اضطر يترك بكير لأنه في عنا لجان مشتركة ونحن لاحقين لقانون العفو. شرفنا بلقاء صاحب النقطة، خاصة بعد اللي حدث خلال الأيام الماضية. التضامن مع سيدنا البطرك هو تضامن مع لبنان، تضامن معه هو تضامن مع كل مكونات الشعب اللبناني. البطرك بجسد تاريخ بكركي بإنشاء لبنان. 1920 بطرك الحويي، لبنان الكبير. هيدي المعاني الكبيرة اللي بتجسدها شخصية البطرك بالشخص يلي حافظ عليها بثوابتها وبكل مرحلة وبكل استحقاق، هي الثوابت الوطنية يلي نحن كلنا سوا اليوم عم نطمح انه نوصلها حتى نحمي لبنان وننقذ لبنان. وقت البطرك بيحكي بالحياد، حياد عن شو؟ حياد عن الشر، حياد عن العنف، حياد عن المحاور يلي بتستعمل بلدنا ساحة، وهذا يلي كنا عم نعاني منه سنوات وسنوات لبل عقود من الدمار ومن الخراب. تحويل لبنان لساحة لمصالح خارجية عم تتنازع الأرض والعرض والشرف والاقتصاد وكله. وقت البطرك بيحكي بالدولة، عم بيحكي عن دولتنا كلنا. ما في دولة إلي ودولة إلك، ما في دولة مسيحي ودولة شيعي ودولة سني ودولة ماروني ودولة أرثوذكسي. في دولة أو ما في شرعية أو ما في. هيدي المعاني اللي اليوم قلبها وقلب بكركي دامي على اللي عم يحصل بالجنوب، بكل الجنوب، من تهجير لنزوح لعملية تدمير ممنهج. هيدا البطرك وهيدي الكنيسة الجامعة لكل أبنائها، مش بس للموارنة ومش بس للمسيحيين. دورة يلي اطلعت فيه منذ قيام لبنان، بعدنا عليه ورح نضل عليه لنحمي لبنان بكل أطيافه، لا سيما اليوم جنوبنا. من هالمنطلق دعوة للكل، دعوة تأمل، دعوة وعي. بدنا ننقذ بلدنا أو شو؟ بدنا نروح على حل أو شو؟ هل اللي عم بيصير اليوم هو حل؟ هل تسليم قرارنا لأي حدا عم يتفق مع أي حدا هو الحل؟ ما شفنا من الماضي شو صار فينا؟ ما شفنا التسويات اللي ركبت على راسنا؟ وين الغلط إذا انوجدنا على الطاولة؟ وين الغلط إذا فوضنا عن بلدنا وعن حقوقنا باسترجاع الأرض وبعودة النازحين وبكل المضامين اللي بتضمن كرامة لبنان واللي أكيد بحافظ عليها رئيس الجمهورية والدولة اللبنانية وشرعيتنا وجيشنا وحكومتنا وكلنا سوا. بدنا نتضامن كلنا على هذه المفاهيم، وما بدنا نروح على صراعات بتخبي بالاخر مشروع كثير سيء للبنان. هذا الانقسام يلي البطرك عم بيحاربوا لحتى ما نوصل لحرب ثانية غير الحرب اللي علينا اليوم من برا. مشان هيك نحن هون وكل اللبنانيين هون، اللي قدروا طلعوا واللي ما قدروا طلعوا، على امل انه ربنا يستجيب لصلوات البطرك ويستجيب لامال اللبنانيين كلهم بكل طوائفهم بانه يظهر لبنان ويخرج متعافي بالحد الادنى من هذا الوضع اللي نحن فيه، من هذا الدمار، من هذا المسلسل يلي اخذنا على كل المحلات. اذا كمل هيك الا على سلام، الا على استقرار، الا على عودة اولادنا الى بلدهم واهلنا ونازحيننا الى قراهم. وشكرا. شكرا.